أنا ظالم بما أوتي فإن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. أتظن أن ذلك المظلوم حين يغيب عن ناظريه أن الأمر قد انتهى إلى هذا الحد؟ لا والله لم ينتهي إلى هذا الحد. إن بينه وبين الله ميثاق وعهد أن ينصره ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. أما سمعت بسهام الليل؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الرب جل وعلا وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أجل ولو بعد حين، ولو بعد حين. جاي ليل عالدنيا ضلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم جايله ليل اسود وحالك. إنها رسالة. احذر عداوات من ينام وطرفه باك يقلب وجهه في السماء، يرمي سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء. سيقطع الله دابر كل ظالم ولو طال الزمن. ومما جاء من أخبار أولئك الظلمة وما نالوه من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة ما حكاه بعض أهل التاريخ أن رجلا كان بين الناس يمشي ويده مقطوعة وهو يقول من رآني فلا يظلمن أحدا، يدور بها في الأسواق وفي كل مكان يعظ الناس ويذكرهم، يرفع يده المقطوعة ويقول من رآني فلا يظلمن أحدا. فجاء إليه أحدهم وألح عليه بالسؤال عن سبب هذه الكلمة، فقال هذا الرجل قد كنت من أعوان الظلمة، رأيت صيادا اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فجئت إليه فقلت أعطني إياها. قال إنها قوت أولادي، طعام أولادي. قال فضربته وانتزعتها منه قهرا وأخذتها بالقوة. قال ثم وليت وهي معي، فرح مسرور بما أوتي من القوة، أخذ شيئا بلا تعب ولا مشقة. قال وبينما أنا في الطريق إذا بهذه السمكة تعض إبهامي، وبعدها بيوم أو يومين إذا بالجرح يزداد فيؤلمني ألما شديدا، فأذهب إلى الطبيب، فلما رآه قال لا بد من أن أقطع إصبعك وإلا سيسري إلى باقي جسدك. قال فقطع إصبعي، ثم استمر الألم بعد ذلك يزداد، فرجعت إلى الطبيب قال لا بد من أن نقطع الكف، فقطعت الكف، ثم سرت بعد ذلك حتى بترت الذراع كاملة. قال فاشتكيت إلى بعض الصالحين وأخبرته بما حدث، فقال ابحث عن ذلك الرجل واطلب منه أن يحللك ويبيحك. قال فذهبت وهمت على وجهي أتتبعه حتى وجدته بعد ذلك، فلما رأيته أكببت على قدميه أقبلهما وأبكي حتى رق لحالي، وقال ما شأنك؟ قلت حصل كذا وكذا، فهل قلت شيئا؟ هل دعوت علي؟ قال أجل، إني لما وليت عني وقد ذهبت بقوت أولادي قلت اللهم إن هذا تقوى على ضعفي بقوته وأخذ ما رزقتني، اللهم أرني قدرتك فيه. فكانت هذه العقوبة. قال الرجل والله لقد أراك الله قدرته في وأنا تائب إلى الله تعالى.